قال المسيح عليه السلام: وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه لا يأخذ من مالي ويخبركم. إن هذه الترجمة رديئة في الأسلوب، ضعيف والألفاظ مكررة تكريرا لا مسوغ له، والجملة مفككة خالية من الروح، ولذا لا يتأثر منها القارئ. وترجمة الفارقاليط أو البرقاليط بالعربية أحمد، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سورة الصف آية 6. وقد سأل المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار الدكتور كارلو نيلينو المستشرق الإيطالي عن معنى كلمة باركليط، فقال: إن معناها الذي له حمد كثير، وهذا يوافق أفعل التفضيل من حمد. وقد تصرف المترجمون في هذه اللفظة، فكانوا تارة ينقلونها عن اللغات الثلاثة الأصلية، وهي العبرانية والكلدانية واليونانية، بالمعزة أخرى بالملخص، أو يكتبونها البارقليط كما هي.